فرؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة. لكن قدر هذا عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولأنك لن تراه تبقى المرتبة الثانية، هو يراك، وهذا أعلى درجات الدين، فإن دين الإسلام على 3 درجات، على 3 درجات. الدرجة الأولى وهي الأوسع الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، فهي 3 دوائر متداخلة. الدائرة الأوسع الإسلام، وبداخلها دائرة أضيق منها وهي الإيمان، وبداخلها دائرة أضيق منها وهي الإحسان. فإذا خرج من الإحسان أين يذهب؟ يقع في دائرة الإيمان. وإذا خرج من دائرة الإيمان أين يذهب؟ يقع في دائرة الإسلام. وإذا خرج من دائرة الإسلام خرج إلى الفضاء الواسع، ألا وهو الكفر. يبقى الدين عندنا كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدوائر المتداخلة كما قلت أعلى دائرة فيها أو قبتها الإحسان. والإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه. هي دي معنى أشهد، لأنك لن تراه على الحقيقة، لكن كأنك تراه، كأنك تشاهده. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تخيل أن رجلا يريد أن يزني ويعلم يقينا أن في كاميرا مسجلة أو أن أحدا ينظر إليه من ثقب الباب، هل يستطيع أن يفعل شيئا؟ لا يستطيع أن يفعل شيئا. وهذا نظر بشر. فإذا تحقق المرء بمعنى أشهد لا يستطيع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان مطلقا، لا يستطيع ذلك. يبقى عندما أسمع المؤذن بقى يقول أشهد، اعلم أن المسألة مربوطة بالكلمة دي، الشهادة، كأنك تراه، هذه معنى أشهد. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أتعصي الملك في بيته وعلى فراشه وعلى الفرش والأرض يعني، والملائكة شهود وهو يراك؟ أي جرأة عند هذا العبد